مبدئيا كده انا عندي خبرين، خبر حلو وخبر وحش. الخبر الوحش ان فعلا 90% من الناس بتفشل على اليوتيوب وبتكون بالنسبه لهم في النهايه مجرد تجربه أليمة وبينسوها. الخبر الحلو بقى ان بما ان حضرتك فتحت الفيديو ده يبقى حضرتك ما زلت من ال10%، سواء نجحت بالفعل على اليوتيوب او لسه بتعافر وبتشق طريقك. عشان كده انا النهارده هستعرض معاكم اهم اسباب واللي استحاله تسمعها في حته تانية اللي بتؤدي لفشل كل الناس دي على اليوتيوب، عشان لعل وعسى تفضل زي ما انت من ال10%. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك، مش هتخسر حاجه ولا انا هكسب حاجه، بس هو اي يوتيوبر لازم يقول كده يعني. اول سبب، وده يعتبر من اهم الاسباب اللي بتؤدي للفشل على اليوتيوب، واللي انا اترددت كتير جدا الصراحه قبل ما اقوله، لكن انا هقوله من باب الامانه، وهو قنوات تعليم اليوتيوب، واللي للاسف الناس بتتعامل معاها على انها النشره الجويه. كل ربع ساعه في فيديو جديد. تحذير: في 2026 مفيش قناه هتنجح على اليوتيوب. احترس، لو ما عملتش الخطوات دي هتولع مكانك. احذر، القنوات دي هتتنفخ في 2026. وكل شوية حوار، تفتح اليوتيوب تحس ان الدنيا مقلوبة، كل شوية عناوين مرعبة، دوشة، حوارات، تحس ان القيامة قامت على اليوتيوب، تحس ان انت حتى وانت شغال صح في مصيبة هتجيلك. دوشة، مع ان الموضوع ابسط من كده بكتير. اخواتي الاعزاء، سياسات اليوتيوب مش بتتغير بشكل مؤثر الا كل فترة طويلة قوي، وفي جايد لاينز واضحة جدا على اليوتيوب انت لو ماشي عليها مش هيفرق معاك اي تغييرات بتحصل. فما تتوقعش ان كل نص ساعة في مصيبة هتحصل ولازم تلحق نفسك. فارجوك بقى ركز مع نفسك شوية وبطل تتفرج على فيديوهات تعليم اليوتيوب اكتر ما انت بتشتغل اصلا. انا مش عارف انا بقطع اكل عيش بايدي ولا ايه. تاني سبب وهو العند والمكابرة. ناس كتير جدا بتعاند وبتكابر، وللاسف مش بتعاند غير مع نفسها. قنوات كتيره من اللي انا قيمتها لقيت عندها مشاكل كبيره جدا وواضحه في الصوت، وقلنا 100 مره ان الصوت مهم جدا 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 واهم من الصوره نفسها. ما ينفعش الصوت يبقى فيه صوت وش وصوت زن، صوت اطفال بتلعب في الخلفيه. وبرضه نفس القنوات بتطلب تقييم من تاني، ولما بخش عليها بلاقي نفس مشاكل الصوت زي ما هي، ولما بلفت نظرهم من تاني على نفس المشكله بيقولوا ان مش متاح معانا دلوقتي ان احنا نجيب مايك احترافي. بص يا صديقي العزيز، انا عمري ما طلبت من حد انه يعمل استوديو احترافي ولا يجيب مايك بتاع بودكاست ولا يملى المكان كله اضاءه. كل اللي بنقوله نجيب مايك احترافي بسعر قليل. معلش يعني، ما احنا شطار قوي وبنحوش عشان نجيب ساعه جديده، ناكل اكله حلوه في مطعم حلو. ما جراش حاجه يعني لما نحوش ونجيب مايك ينفعنا في شغلنا، حاجه هتفيدك في حياتك وفي مستقبلك. مايك ب 250 جنيه ورينج لايت صغير مش حاجه معضله قوي يعني، بس هتفرق جدا في جوده شغلك. حضرتك لو هتبدا في مشروع جديد اكيد عارف ايه هي دراسه الجدوى والاجراءات الكتير اللي هتمشي فيها، واكيد عارف التكلفه الكبيره جدا اللي هتبقى محتاجها. في اليوتيوب بقى مش طالب منك غير مايك ورينج لايت صغير يحسن من جوده شغلك، هو ده الراس مالك في الموضوع. ولما بقول لهم كده بيرجعوا يقولوا ما احنا مش عارفين احنا هننفع في اليوتيوب ولا لا، ايه اللي يخلينا نجيب مايك ورينج لايت وفي الاخر ممكن ما نستخدمهمش؟ بص يا صديقي، انت لو هتقول كده من البدايه احسن لك ما تكملش في اليوتيوب وفي اي حاجه في الحياه عموما. انت لو مقدم المشيئه ان انت مش هتنفع في الحاجه دي يبقى صدقني هتفشل فيها. تالت سبب هو الاستعجال. الاستعجال في كل حاجه. دايما الناس بتبقى مستعجله النتيجه، تشتغل شهر او 2 او 3 وتقول لك هي فين الارباح. بيبقى لسه عامل قناه جديده من اسبوع ويا دوب منزل فيديو واحد ويسال هو انا ليه مش بيجيلي مشاهدات. فللاسف الشديد الاستعجال ده اكتر حاجه بتدمر صاحبه. السبب الرابع المقارنه. ما ينفعش خالص انك تقارن نفسك بواحد شغال على اليوتيوب بقاله 5 سنين وانت يا دوب لسه متعلم ازاي تعمل صورة مصغرة النهاردة الصبح. لازم تبقى عارف ان ظروف نجاحك مختلفة عن ظروف نجاح واحد شغال على اليوتيوب بقاله 5 أو 6 سنين. وقتها كان ظروف النجاح مختلفة تماما وكانت اسهل بكتير من دلوقتي. فانت ركز مع نفسك بس وما تبصش لاي حد، وبطل تبص للنتيجة النهائية اللي الناس بتوصل لها لانك مش عارف ايه هي مراحل التعب الشديدة اللي هو مر بيها. خامس سبب هو التقليد. في شعرة فارقة ما بين الاستنساخ والتقليد وما بين التغذية البصرية. عادي جدا ومشروع خالص انك تتفرج على فيديوهات من نفس نوعية المحتوى بتاعك لمجرد ان انت تستلهم افكار جديدة، تعمل تغذية بصرية لعينك تنفعك في شغلك. لكن كارثة انك توصل لمرحلة انك تقلد،
تعمل نفس نوعية الفيديوهات بنفس العناوين. وناهيكم طبعا عن المحتوى المعاد استخدامه، انا عايز اقول لكم ان في اخر فيديو تقييم انا عملته في رمضان انا لبست كوبي رايت بسبب ان انا كنت بقيم قناة، واول ما فتحت فيديو عشان اشوفه لقيته حاطط موسيقى وانا كنت متأكد ان الموسيقى دي عليها حقوق ملكية. وانا قلت له يا فندم هي الموسيقى دي مش عليها حقوق ملكية؟ قال لي لا معلهاش اي حاجة، وانا بستخدمها كتير وما جاليش اي كوبي رايت. لسخرية القدر الثانيتين اللي انا شغلت فيهم الموسيقى دول انا اللي جالي كوبي رايت. فمش شرط خالص اليوتيوب ياخد باله من المخالفه اللي انت عملتها في وقتها. ممكن بعد ما تتعب وتشقى في القناه دي وتيجي تراجع القناه تكتشف ان اليوتيوب رفضها، وده بسبب حاجه ياما حذرنا منها. ففعلا ده سبب رئيسي لفشل ناس كتير على اليوتيوب، وهو التقليد وان احنا نستخدم محتوى بتاع ناس مش بتاعنا، وللاسف مهما قلنا الناس بتكرر نفس الاخطاء. السبب الاخير معانا النهارده وهو البيرن اوت او الاحتراق الداخلي لصانع المحتوى. كتير جدا من صناع المحتوى في البداية بيجي لهم افكار كتير جدا ورا بعضها، اول الفكرة ما تجيله يقوم يعمل فيديو على طول، وده خطأ كارثي. لان اي فكرة عابرة بتيجي في دماغك وانت قاعد كده الفكرة دي ما بتبقاش مكتملة، بتبقى فكرة فاضية، هي مجرد فكرة وخلاص. لكن الصح ان الافكار اللي بتجيلك وتحس انها افكار قوية اكتبها في ورقة وقلم وسيبها لغاية ما يجي الوقت والفكرة دي توصل لمرحلة النضج وتبقى فكرة كاملة وجاهزة انها تتعرض للناس. لكن لو كل فكرة جت على دماغك قمت صورتها وعرضتها للناس بشكل غير مكتمل، انت بتخسر كتير جدا وهتوصل لمرحلة من الاحتراق الداخلي، تحس ان انت فاضي ما بقاش جواك اي افكار، بقيت صانع محتوى بلا محتوى. وده خطأ كبير جدا الناس مش بتاخد بالها منه. واخيرا يا جماعة لازم نبقى عارفين ان كل شيء في الدنيا ارزاق، انت ليك رزق وهتاخده. فانت لو ليك رزق من الطريق ده هتاخده غصب عن اي حد، لكن لو ربنا مش كاتب لك رزق من الطريق ده مهما عملت مش هتوصل لحاجة. اتمنى ان انا اكون فدتكم حتى لو بحاجة بسيطة. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.